هل الفيب أأمن من السجاير؟ تعالوا نسأل الناس اللي بتشرب فيب عاملة إيه معاهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والله تعرف بنعم. إيه؟ مصطفى اينو. أستاذ مصطفى، أنت بتشرب فيب بقالك قد إيه؟ يعني داخل في ثالث سنة اهو. 3 سنين فيب؟ 3 سنين اهو، بعد مثلا نقول بعد 30 سنة سجاير. لا استنى، زي 30 سنة سجاير؟ 30 سنة سجاير، 43 سنة عادي. اللهم صل على النبي، ربنا يديك الصحة. طب قول لي بس كده، أنا شايف معاك الأجهزة بتاعتك أهو، بتشتري كمان جهاز جديد. إيه التجربة بعد 3 سنين فيب في اس أو ضد 30 سنة سجاير؟ لا طبعا الفيب طبعا قولا واحدا. يعني أنت أيام السجاير كنا إيه ودلوقتي بقينا إيه؟ يا باشا فرق الصبح، ان انت تقوم من على الصبح ده الكحة اللي كانت بتطلع والكلام ده مش موجود مع الفيب. بس الفيب مضر، مضر بس مش زي السجاير. مش زي السجاير. يعني إحنا أحسن. اكيد طبعا اكيد، ولو تعرف تبطل الفيب هيبقى احسن. انا واحد من الناس دلوقتي كنت شغال بنيكوتين 18 وبعدين 12 بعدين 9 وساعات بنزل للستة والدنيا تمام معايا. طب الصحة العامة انت احسن ولا زي ما انت ولا اقل؟ لا 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 احسن بكتير. ما بقول لك موضوع الصبح فرق، النهجان قل بكتير. بس في انواع ليكود لما الواحد بيجي يجربها لا هتلاقيك دخلت في سوبر كول وكده. بالظبط، هو السوبر كول. يعني احنا كده عن تجربة 3 سنين و30 سنة سجاير، الفيب ريح لك صدرك عن السجاير. طبعا طبعا، ده مش انا لوحدي على فكرة، ده انا واخويا انت فاهم، ومجموعة كتير مع بعضينا، ان احنا في الحوار ده ماشيين فيه كتير قوي يعني. حبيبي، بس سؤال اخير بقى، انت ممكن ترجع تشرب سجاير تاني؟ لا ما اعتقدش، ما ما اعتقدش. بقتش تطيقها؟ لا لا يا باشا، انا دلوقتي هي اكتر حاجه عجبتني في موضوع الفيب ان بعد اسبوع بالظبط، اسبوع، ان انا لو شميت ريحه سيجاره جنبي بتضايق منها. لو حد مولع سيجاره جنبي اقول له اطفي السيجاره. عشان رجعنا نشم تاني، خلي بالك. بالظبط. لا وفي حاجه تانية كمان معاك انت في البيت. انا عندي في البيت قالوا لي ريحه الهدوم اختلفت نهائي. طبعا. يعني الموضوع اللي انت ما كنتش بتحس بيه حواليك بقيت بتحسه فعلا. انت بقيت دلوقتي مكانهم. يعني انت الموضوع اتعكس، يعني انت بتشرب سجاير ما حد ما بيشرب سجاير. دلوقتي الموضوع اتعكس. معلش انت ممكن تشرب الفيب وانت قاعد في البيت وسط الولاد، ما تنفخش في وشهم من الناحيه الثانيه عشان دخان وبتاع، بس ما حدش بيتضايق. انت مفيش الريحة البشعة بتاعت السجاير. وغير الريحه، انا لما اولع سيجاره دلوقتي وخدت نفس حد منهم شم بيكح. لو حد شم يعني بدون قصد وانا بفيب مفيش كحه. طب سمعت اليومين دول عن الحملات اللي على الفيديو، اوعى البوب كورن واوعى مش عارف ايه، الكلام ده خوفك من الفيب؟ لا الكلام ده بتاع السجاير يا عم الحاج، معمول معروف. هو معمول ليه؟ احنا نضحك على بعض. اصل عمالين يقولوا بيجيب بوب كورن وبيجيب حاجات كده وبتاع. انا اول ما سمعت ان المرض ده موجود وبيجي بسبب الفيب، انا دخلت عملت سيرش. تمام. زي ما هم بيعملوا سيرش كله يعني بيحذر من الفيب، وبينزل في اخر البوست كده تحت كده، او ينزل في اخر التقرير ولا يوجد تسجيل حاله واحده بتسجل ان هو حصل بسبب الفيب. امال ايه؟ يقول لك ده في ماده معينه لو موجوده في نوع من الليكود ممكن تكون سبب فيه. بس انت روقت بنفسك، ما مش بقى قعدت تتفرج على الفيديوهات وخلاص. ما احنا ممكن دلوقتي نسال شات جي بي تي اهو وهنكتب فيه، تعال اهو مكتوب تحت هنا ايه؟ ولا حاله واحده مؤكده طبيا لمرض رئه الفشار. حبيبي بالظبط، اللي هو بيقول لك طب اخر حاجه بقى بجد، تقول ايه للناس اللي بسبب الكلام ده بطلت فيب ورجعت تشرب سجاير؟ ده اكبر تخلف، ده سوري معلش في اللفظ، اللي بيعمل ده كده ده تخلف. المشكله ده ما بطلش خالص، هو رجع يشرب سجاير. بص يا باشا، انا بالنسبه لي انا في 2 ضد اللي هم يشربوا فيب. تمام. اللي ما بيشربش سجاير ولا بيشرب اي دخان، اللي هو يشرب فيب انت كده بتضر نفسك. تمام. اللي يشرب فيب مع سجاير بتضر نفسك اكتر واكتر. حبيبي صح. الاطفال ابعد، ولا سجاير ولا فيب يا عم. احنا واحد من الناس اهو، انا نفسي ابطله، مش هقول لك مش عايز ابطله. انا على فكره انا واحد من الناس كان اي حد يقول لي انت بتشرب سجاير ليه؟ اقول لهم دي الحاجه اللي انا بعملها وانا بحبها. انا كنت بحب السيجاره، احب اولع السيجاره واشربها. انا خلاص بقى الحمد لله. سبحان الله دلوقتي الحب اتحول لمين؟ للفيب. بس لما بشربه بقلل في النيكوتين، عشان انا مش عايز برضو ان هو النيكوتين الحاجه الوحيده اللي بتحس فيها بضربات قلب زياده. باشا مبسوط ان انا شفتك. حبيبي يا باشا، انا اكتر والله العظيم، انا اكتر والله. حبيبي مع السلامه.